قصة كيليان مبابي. في غاية الروعة والتميز، نشأ كيليان مبابي في مدينة بوندي الصغيرة بضواحي باريس. كانت لمبابي دافعا قويا ومثابرة غير عادية منذ الصغر، حيث بدأ مسيرته الكروية في سن مبكرة جدا. ولد مبابي في 20 ديسمبر 1998، وسرعان ما أظهر موهبته الكبيرة في لعبة كرة القدم. في سن 10 انضم إلى أكاديمية كليرفونتين للشبان، وهو النادي الذي أعطى له الفرصة لتطوير مهاراته وإبراز موهبته الاستثنائية. كان لاعبا مميزا في أكاديمية كليرفونتين، حيث لفت انتباه الكثيرون بسرعته الفائقة ومهاراته الاستثنائية. سرعان ما أصبح مبابي الحديث في عالم كرة القدم، وبدأت الأندية الكبيرة في المنافسة على خدماته. في عام 2016، وعندما كان مبابي في 18 من عمره، انتقل إلى موناكو، حيث استمر في تألقه وأظهر قدراته الرائعة. في موسم من 2016 إلى 2017 ساهم بشكل كبير في قيادة موناكو للفوز بلقب الدوري الفرنسي، حيث أحرز العديد من الأهداف وقدم تمريرات حاسمة. مبابي لفت أنظار العالم بأسره في كأس العالم 2018، حيث سجل 4 أهداف، منها هدفين في المباراة النهائية أمام كرواتيا، ليساهم في فوز فريقه باللقب العالمي. في عام 2018 أيضا انتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة ضخمة، ليصبح واحدا من أغلى اللاعبين في التاريخ. في صفوف باريس سان جيرمان استمر مبابي في تسجيل الأهداف وتحقيق البطولات، حيث كان لاعبا رئيسيا في صعود الفريق إلى أعلى المستويات. تألق مبابي أيضا في دوري أبطال أوروبا، حيث قاد باريس سان جيرمان إلى نهائي المسابقة في موسم من 2019 إلى 2020، ولكنهم خسروا أمام بايرن ميونخ. تعد شخصية مبابي بارزة أيضا خارج الملعب، حيث يتميز بعمقه ورؤيته للمسؤوليات الاجتماعية. يشغل مبابي دورا مهما في تحفيز الشباب وتحفيزهم لتحقيق أحلامهم. إن مسيرة مبابي الكروية لم تكن فقط عن الإنجازات الفردية، ولكن أيضا عن تأثيره الإيجابي على اللعبة والمجتمع. يظل كيليان مبابي واحدا من أبرز نجوم كرة القدم في العالم، مع الكثير من المزيد ليقدمه في المستقبل.